السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أماني، أخصائية تخاطب وتنمية مهارات وصحة نفسية. أهلا بكم في قناتي يوميات تحدي المشاكل. النهاردة إن شاء الله برحب بكل السادة المشتركين في القناة. أهلا وسهلا بكم، منورين القناة. أرحب بالسادة المشتركين الجداد في القناة. أهلا وسهلا بكم، نورتوا القناة. يا ريت بقى اللي داخل جديد ياخد كده لفة في القناة متنوعة هتعجبكم. النهاردة إن شاء الله فكرة الفيديو بعنوان ازاي اتعامل مع ابني او بنتي في مرحلة المراهقة. بنتي او ابني في مرحلة المراهقة بيسمعوش الكلام. طيب ايه الحل؟ اول حاجة عندي، بلاش اسلوب الاوامر المباشرة. اذا كان اسلوب الاوامر المباشرة ده مش بيجيب نتيجة ومش بيسمع الكلام وعمال يعند معايا اكتر، يبقى افكر في اغير اسلوبي. مثلا انت عايزه مثلا يعمل حاجة معينة، هتناديه وتقول له مثلا يا حبيبتي ممكن كذا، يا حبيبي من فضلك كذا. الاسلوب ده اسلوب اوامر غير مباشرة، بطلب الطلب بشكل مهذب والطرف التاني يحس ان انا بحبه، اللي هو ابني او بنتي، وبكده يسمع كلامي، يبقى اتعامل معاه بشكل يحسس ابني او بنتي ده بالحب. تاني حاجة عندي، خلي هدفك لما تتعامل مع ابنك ان يكون في ثقة واحترام. حسن علاقتك بابنك او بنتك المراهقين. نظم يومك، نظم يومك. حطي ابنك من ضمن جدول مواعيدك، يعني الاب او الام يحطوا كل يوم كده او كل يومين وقت معين لابنه المراهق او بنته في مرحلة المراهقة او ولاده عموما في اي سن، يتكلم معاهم، يعرف اخبارهم، يشاركهم في اهتماماتهم، يلعب معهم اي لعبة من اللي بيلعبوها. اعرف اكتر عن مشاعر واحتياجات ولادك، اولوياتهم، بيحبوا ايه، زعلانين من ايه، متضايقين من ايه. قول له كده بصراحة وبوضوح انا بحبك، واضحة كده وصريحة. هات له هدية، قول له ده عشان انا بحبك. احضن ابنك او بنتك كل يوم وطبطب عليهم. ده الحاجات اللي انا قلتها دي بتقوي العلاقة بالابن، بتحسسه بالحب فيسمع الكلام. يبقى بستخدم مع ابني برنامج الحب او باسلوب الحب ده، برنامج الحب، بسمة حب، قبلة حب، هدية حب. خلي رسالتك الاساسية دايما ان انت عايز توصلها له انك بتحبه بالحاجات اللي احنا قلنا عليها دلوقتي. رقم 3، بلاش تستخدم سلطتك او قوتك في التعامل مع اولادك. ازاي بقى؟ بعض الناس مثلا يقول لك ايه، انا اول ما ضربت ابني اتظبط واتعدل، بقى بيسمع الكلام او بقى بيذاكر. المهم انه بقى بيعمل الحاجة اللي انا عايزها. الاب ده او الام اللي هي عايزاه، يعني هم متخيلين ان الضرب هو اللي خلاهم يسمعوا الكلام. خلي بالكم، الكلام ده مش صحيح. الحقيقة ان الابن او البنت سمعوا الكلام لما اتضربوا ده بشكل مؤقت. كل ما الابن او البنت بيتضربوا، الحب بتاع الاب او الحب بتاع الام اللي بتضرب دي بيقل. كل مرة بيتضرب فيها الطفل ده او الولد ده او البنت دي في مرحلة المراهقة دي، كل ما بيتضربوا الحب بيقل، رصيد الحب بيقل. كل مرة يتضربوا الحب بيقل لحد ما رصيد الحب يضعف ويموت وينتهي من جوه الابن او البنت دي. وكل ما تستمر في الضرب، احتل الكره بقى مكان الحب. بعد ما الحب بينتهي ويموت، الكره هو اللي بيبقى موجود، اصبحت عندك الكره ده هو اللي موجود جوه قلب الابن او البنت. المشكله بقى ايه؟ ان بعد ما المراهقه او الطفل ده يكبر ويشتغل ويعتمد على نفسه ويبقى معاه فلوس ويتحرر من سلطه ابوهم ودول، هيبقى مش بيحبهم ومش طايقهم، وهم في وادي وهو في وادي تاني. بعد كده مش هيسمع كلامهم اصلا، لان سلطتهم عليه كانت بسبب ايه؟ ان هم بياكلوه، هم بيلبسوه، هم اللي بيديله فلوس. ولو حس بضغط جامد عليه تاني ممكن يقاطعوا اهله او يسيب لهم البيت او يمد ايده على ابوه. الحقيقه القسوه جابها منين بقى؟ من ابوه اللي علمه ان الضرب هو الحل. يبقى القسوه بتاع الاولاد لما بيعاملوا ابوهم وامهم وحش لما بيكبروا، بيبقى جابها من اسلوبهم هم. ابوه او امه اللي كانوا بيضربوه دول هم اللي علموه ان الضرب هو الحل. امه اللي بتضربه دي علمته ان الضرب هو الحل لفرض سيطرته عليهم. فاصبح بيستخدم نفس الاسلوب مع اللي حواليه، سواء في سنه او اصغر منه او حتى اكبر منه. وممكن يتطور الموضوع ان يمد ايده على ابوه او امه او يسيب البيت، لانهم هم اللي علموه الاسلوب السيء ده، اسلوب العدوانيه ده هم اللي علموه. الحقيقة ان الضرب بيطلع شخصيتين، شخصية ضعيفة، ده اول نوع، شخصية ضعيفة ومنسحبة ومنعزلة وهشة بسبب الضرب. او الضرب بيطلع شخصية عدوانية وقوية جدا وبيتعامل مع اللي حواليه بنفس الاسلوب اللي ابوه او امه استخدموه معاه لما كان طفل صغير او في مرحلة المراهقة. عشان كده ما تستغربوش ان الابن ضرب ابوه او ضرب امه. قبل ما تقولوا بقى عليه ان البنت دي مش متربية او الابن ده مش متربي، قبل ما تحكموا بقى عليك كده، شوفوا بقى الابن ده كان بيتعامل ازاي من ابوه وامه، اتعاملوا معاه ازاي وهو صغير او في مرحلة المراهقة عشان يعمل كده معاهم. عشان كده ممنوع الضرب
مع الطفل او مع المراهق او مع الراشد. ممنوع تقول له عايز اكسرك. الكلمة دي تحسسه ان انت بتكرهه، سواء بقى كان في مرحلة طفولة او مراهقة. مش بتحسسه ان انت عايزه تسمع كلامه، عايز يسمع كلامك، لا، بتحسسه ان انت بتكرهه. المهم ان احنا هنخصص وقت لاولادنا، نقعد معاهم، نتكلم معاهم، ناكل معاهم، حتى لو وجبة واحدة، حتى لو تاكل مع حاجة بسيطة او اي حاجة حلوة. مش لازم كل الوجبات او الحاجات او طول اليوم تقعد تاكل معاه، لا. حتى لو الاب والام دول مش مشغولين ومش فاضيين، عندهم ضغوط شغل، المهم تحط ابنك داخل جدول مواعيدك، حط ابنك او بنتك داخل جدول مواعيدك. رقم 4، الاستمرار في المحاولة. حاول مع ابنك وما تيأس، مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد ما توصل لطريقة تتعامل بيها معاه، او توصلي لطريقة تتعاملي بيها معاها. حاول تصاحب ابنك او بنتك، تخليهم يحكوا لك اي حاجة تحصل معاهم في المدرسة او الدرس، اي حاجة تحصل مع اصحابهم. الموضوع ده مهم جدا، عشان لو في اي مشكلة تلحق ابنك قبل ما يضيع، او تحصل له مشكلة، او تلحق المشكلة في اولها قبل ما تكبر وتتفاقم بسبب ان هو بعيد عنك نفسيا. يعني عايشين في بيت واحد وما تعرفوش عنه ايه اللي بيزعله، ايه المشكلة اللي عنده. عايز ابنك يسمع كلامك، استخدم اسلوب مهذب معاه، ابتسم في وشه، ابتسم في وش ابنك او بنتك، قول له حبيبي عايز كذا، حبيبي من فضلك كذا. نادي ابنك باسم دلع، يبقى تقول له يا، وبعدين اسم الدلع، وبعدين الطلب اللي انت عايز تطلبه منه. فلما يسمع الاسلوب ده يستشعر انه ان انت بتحبه، او تستشعر ان انت بتحبيها. فلما تسمع الاسلوب ده تعرف ان انت بتحبيها. المهم بقى، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه، واللي داخل جديد للقناه ياخد كده لفه في القناه. ان شاء الله القناه تعجبكم وتنال اعجابكم. اعملوا لايك للفيديو، اعملوا اشتراك في القناه عشان القناه كده تكبر، لان عدد المشتركين فيها قليل جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.